السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مستمرين في رحلتنا في بوصلة الوعي. تكلمنا المرة السابقة عن كيف تريد هذه المنظومة الشيطانية أن تبسط هيمنتها على ماذا؟ على الشرق الأوسط. وفي هذه الحلقة سنتكلم عن نظرة المنظومة الشيطانية لمنطقة الشرق الأوسط، وما الذي تريد أن تفعله بهذه المنطقة في المستقبل. المعروف والمتعارف عليه عند كل من درس الملف الصهيوني وسبر أغواره يدرك تمام الإدراك بأن المشروع الصهيوني يمتد جغرافيا كما يعلمون أبنائهم في المدارس، وكما هو عندهم في نبوءاتهم، وكما هو عندهم في مبادئهم، أن المشروع يمتد من النهر إلى النهر. ولكن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الكثير من السياسيين ومن الاستراتيجيين الصهيونيين كلهم يتفقون على أن إسرائيل الكبرى تمتد من القوقاز إلى القرن الإفريقي، فهم يريدون أن يبتلعوا جميع المنطقة، وعندهم جوع كبير استراتيجي يريدون من خلاله أن يهيمنوا على جميع المنطقة. فالمرحلة القادمة ما الذي تريده هذه المنظومة الشيطانية؟ هي تريد أن تسيطر على الثروات، تريد أن تستعبد البشر، وتريد أن تغرق جميع الناس في تلك المنطقة، لأنها منطقة مباركة ومنطقة فيها الكثير من الملاحم في آخر الزمن. تريد أن تجعل الناس ملاحدة. فالمنظومة السابقة التي كانت تنشط خلال 100 سنة السابقة، جاء الاستعمار وأراد أن يستعبد البشر وأن يأخذ الثروات وأن ينصر الناس ويخرجهم من دينهم من الإسلام إلى النصرانية. لكن هذه المنظومة الشيطانية التي لا تؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بالأديان أديانا أصلا، تريد أن تنشر الإلحاد وأن تجعل الناس يكفرون بربهم ويجحدون بربهم. ولذلك هم هيئوا هذا الأمر منذ أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة بنشرهم للإلحاد في المنطقة، وبنشرهم للشذوذ الجنسي، وبتغييرهم مناهج تربوية. وهذه من الاستراتيجيات التي تتبعها هذه المنظومة. فهم يستعملون قوتان: قوة السوفت وقوة الهارد. قوة الهارد التي تأتي بالسلاح وبالترسانات العسكرية والطائرات والدبابات والذكاء الاصطناعي الذي يستعمل غالبا في قتل القيادات وغير ذلك. ثم يستعملون القوة التي هي أخطر من السلاح التي هي السوفت. إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنتكلم بالتفصيل عن كيفية تغيير هذه المنطقة من الناحية الفكرية ومن الناحية المنهجية، وما دور هذه الحرب القائمة حاليا في رسم منطقة الشرق الأوسط وخارطة الشرق الأوسط بشكل شيطاني جهنمي. يريدون كما ذكرنا من قبل أن يدخلوا جميع الناس في دائرة الإلحاد وأن يخرجوهم من الإسلام. السلام عليكم.